مساء النور، ألف تحية لكم كاملين. اليوم جيت نقدم معكم واحد الوصفة كتنفع في هذا البرد اللي هي العدس. كنحتاجو العدس. درت انا واحد الزلافة ونصف ورطبته في الماء ليلة كاملة واستقطر من الماء. عندي القديد، درقته حتى هو في الماء البارد وخليته واحد 4 ديال السوايع باش يزول هذاك الملح اللي فيه. عندي واحد نصف بصلة كبيرة حكيتها، طماطم واحد الحبة محكوكة، انا كنت دايره هادو مسبقا في المجمد، كنوجدهم قبل. واحد الملعقة صغيرة ديال الطماطم المصبرة مع صلصة الفلفل الحار اللي حضرتها مسبقا في القناة. غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو نتاع الفلفل الحار الاحمر والخضر، كذلك القديد راني سبق لي ودرتو في القناة. غادي نخلي لكم الطريقة ديالو في الرابط اسفل الفيديو هو والخليع. واحد الملعقة صغيرة ديال زرعة القزبر، الخرقوم ملعقة صغيرة، الملح غير شوية لأن القديد مسبقا مالح، سكينجبير ملعقة صغيرة غير مملوءة، نصف ملعقة صغيرة إبزار أبيض أو أسود حسب المتوفر، ملعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر، واحد 2 ضروسة ديال الثوم محكوكة، كمية ديال المعدنوس والقزبر مقطعين رقاق، كذلك ما نساوش نصف كأس من زيت الزيتون. في هذا الطنجرة غادي نوضع زيت الزيتون، هذيك البصلة اللي حكيناها نصف بصلة كبيرة، الطماطم، القزبر والمعدنوس، هذاك العدس اللي رطبناه في الماء، الابزار، الملح، قزبر يابس، خرقوم، هذيك الثومه، فلفل احمر، سكينجبير حتى هو كامل. المهم ديك العطريه، هذاك القديد ما غاديش نقطعو نخليه هكذاك، هذيك الطماطم المصبره مع هذاك الصلصه الحاره نتاع الفلفل الحار الاحمر غادي نخليها حتى الاخير. غادي نوضع الكميه الكافيه ديال الماء، وغادي نخليهم يطيبوا على نار مهيله. هذا الشيء من بعد ما كتغلى الطنجره غادي يجيني نيشان، لان هذا اللحم نتاع القديد اللي عندي طري من ديك الجهه اللي كيطيب دغيا. اذا الا كان اللحم ديال القديد شويه عاصي غادي حتى طيبوا هذاك القديد نصف طيبه، عاد كتزيدوا العدس. صافي من بعد ما غادي تغلي ونحل عليها يكون باقي لها واحد نص طيب، واحد شويه، واحد 10 ديال الدقائق ولا، عاد غادي نزيد هاد الطماطم المصبره. وهذه راني ما غاديش نغلق على الكوكوط، غادي نخليها طيب بلا ما ندير الصفاره على نار مهيله. كان هذا هو الطبق ديالنا لهذا اليوم، العدس بالقديد. كنتمنى يعجبكم، وما تنساونيش من اللايك والبارطاج وجيم. شكرا لكم، إلى اللقاء.